بتاريخ أمس الثلاثاء 24 من جوان 2025. أكد خال التلميذة المفقودة مروى بوغشيش وقال تم العثور على جثة في غابة جبل الوحش، ولكن لم يتم إبلاغ العائلة بهذا الخبر من مصدر رسمي. وإن كان الخبر صحيح، نحن في انتظار تقرير تحليل الطب الشرعي للحمض النووي DNA من أجل التأكد ومعرفة حقيقة الجثة، هل هي لمروى بوغشيش أو لشخص آخر. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد، معكم توتو FM. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل الفيديو: متداول فيديو عندما كان شاب يدرب كلبه في منطقة غابة جبل الوحش ولاية قسنطينة الجزائر، وعلى أثر ذلك وعن طريق الصدفة الكلب يكتشف جثة مقطعة إلى أطراف في حالة متقدمة من التحلل والتعفن تعود إلى التلميذة مروى بوغشيش. ولكن بعد ذلك أكد خال التلميذة المفقودة مروى بوغشيش في خبر رسمي وقال تم العثور على جثة في غابة جبل الوحش، ولكن لم يتم إبلاغ العائلة بهذا الخبر من مصدر رسمي. وإن كان الخبر صحيح، نحن في انتظار تقرير تحليل الطب الشرعي للحمض النووي DNA من أجل التأكد ومعرفة حقيقة الجثة، هل هي لمروى بوغشيش أو لشخص آخر. وإلى حد الآن هذه هي المعلومات الأولية المتاحة، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.